السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم. لو أنت من الناس اللي بتحب تكتب كل حاجة سواء في نوتة أو في ورق أو حتى في ابلكيشن على الموبايل أو التابلت وبتحاول على قد ما تقدر تبقى منظم شوية، بس الأفكار المهمة دايما بتضيع يا إما بين الورق يا إما بين الموبايل والتابلت. دلوقتي بقى انسى الموضوع ده كله، لأن النهاردة معايا حاجة جامدة قوي وحابب إن أنا أوريها لك، وهو الاي فلاي اي اي نوت 2. أنا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. بصراحة يا جماعة الجهاز ده شكله شيك جدا، وهو ده السبب بالظبط اللي خلاني ابتدي استخدمه، لانه يعتبر ارفع تابلت اي انك مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومعتمد من موسوعة جينيس للارقام القياسية كارفع تابلت في العالم. انا عايزك تبص بس على الرفع بتاعه عامل ازاي. يعني مش عارف انت شايف ولا لا. شايف السوكت بتاع الشحن؟ انا مش عارف دخلوه ازاي بصراحة هنا. الجهاز شكله وإحساسه زي الورق بالظبط، بس بيفكر زي المساعد الشخصي بتاعك. هيقدر يساعدك إن أنت تكتب، تلخص، ترتب وتترجم ملاحظاتك، كل ده في مكان واحد. وطبعا لو فتحت العلبة هتلاقي التابلت، وهتلاقي القلم الواكم ستايلس بتاعه، وهتلاقي كابل شاحن يو اس بي سي، والكفر الشيك قوي بتاعه اللي بيحميه وبيحافظ عليه. ولو جينا اتكلمنا عن التصميم والسمك، اول ما تمسك الجهاز بايدك هتحس قد ايه هو رفيع. يا جماعة الجهاز رفيع بشكل مخيف، ورق سمكه 4.2 مللي، وأخف من أي حاجة أنت ممكن تمسكها إذا كان تابلت أو كراسة أو حتى كشكول. وبصراحة الإحساس بتاعه بريميوم قوي، جاي كده بنيكل من الجنب وشكله شيك قوي الحقيقة. ومن ناحية التصميم فالجهاز شكله أنيق قوي وبسيط، والشاشة بتاعته بتيجي مطفية، يعني زي ما تقول كده مات فينش. يعني مش عارف انتوا شايفينها ولا لأ. الشاشة بتيجي 10.6 بوصة اي انك من غير اي انعكاس، فممتازة للقراية والكتابة حتى في الشمس او بره البيت. واول ما تبتدي تكتب بالقلم الاستجابة فورية، مفيش لاج، مفيش تأخير. الاحساس شبه القلم بالظبط على الورق. وتشغيل الجهاز سهل جدا، انت بس هتشغله وهتوصله على الواي فاي، وهتعمل تسجيل دخول بجوجل لو حابب. وبما انه شغال باندرويد 14 فتقدر تنزل كل الابليكيشنز اللي بتحبها مباشرة من على جوجل بلاي. انا عن نفسي دايما بستخدمه في الاجتماعات، في التلخيصات، في كتابة السكريبتات. مفيد جدا جدا في الحاجات دي، خصوصا في الاجتماعات عشان بياخد ام او امز اللي هي minutes of meetings، او بياخد النقط المهمة اللي في الاجتماع وبيسجلها لك اوتوماتيك. بيشتغل اي اي، مش مجرد حاجة هتكتب عليها النوتس مثلا او هتقرا عليها زي كيندل. بس الحاجة اللي بتميزه فعلا ان كل حاجة فيه سلسة جدا. تقدر تسجل صوت وانت بتكتب في نفس الوقت، وهيطلع لك تلخيص الاي اي فورا. وكمان تقدر تترجم الكلام المكتوب على الصفحة من اي لغة لاي لغة. والاحلى ان الجهاز مدعوم بشات جي بي تي، يعني تقدر تطلب منه تلخيص افكار اوتلاينز من غير ما تفتح اي لابتوب اصلا. بس خلينا نقف بس عند النقطة بتاعة الترجمة الفورية بالاي اي، ودي زي ما قلت لك من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. انت حرفيا بتشوف الترجمة وانت بتقرا او انت بتكتب، وده مثالي لاي حد بيدرس، بيذاكر، بيشتغل مع اي شركة مالتي ناشونال او بيشتغل مع جنسيات مختلفة. ولو هنتكلم عن المميزات والعيوب، وخلينا نبتدي الاول بالمميزات، فاي فلاي تك اي اي نوت 2 جهاز رفيع جدا 4.2 مللي، اخف من الايباد ب 40%. في قلم واكوم ستايلس بحساسية 4096، وفي 8 أنواع أقلام وفرش للكتابة تحسهم طبيعيين جدا وانت بتكتب. ومعدل الكتابة بتاعته واستجابتها سريعة جدا 20 ملي ثانية، يعني كتابة ورسم بانسيابية ممتازة. وطبعا بيشتغل بالاي اي، وبيعمل تفريغ صوتي وتلخيص وترجمة من أي لغة لأي لغة، وبيدعم طبعا اللغة العربية. ودي من أهم الحاجات اللي أنا حبيتها فيه. من المميزات كمان فيه انه بيحول خط الايد لنص مكتوب باكتر من 130 لغة، واكتر من 80 قالب او تمبلت للملاحظات. يعني ممكن تستخدمهم في الدراسة، في تخطيط المشاريع. والبطارية بتاعته مذهلة بصراحة، الستاند باي بتاعها 90 يوم، 3 شهور، مع شاحن سريع يو اس بي سي، وشغال باندرويد 14 ودعم كامل للجوجل بلاي. وغير كده كمان يا جماعة بيجي بمكتبة ضخمة زي كيندل كده، بيجي فيها كمية كتب رهيبة، وفي كمان كلاود سينك بين الأجهزة. اما بالنسبه للعيوب فاول حاجه ان الشاشه ما بتنورش زي الايباد، يعني لو انت بتشتغل وانت على السرير مثلا وجنبك حد نايم ومش هتعرف تفتح النور، فيا ريت تطلع الصاله وتكمل شغل او تشتغل بالايباد. لكن في جميع ظروف الاضاءه التانية الجهاز عالمي، بقول لك موسوعه جينيس. تاني حاجة لو هتتفرج على يوتيوب أو هتلعب جيم فهو مش معمول لكده، ولو مصمم فهنيئا لك، الصبر هيدخلك الجنة إن شاء الله. الخلاصة، الجهاز ده مش مجرد تابلت عشان تكتب ملاحظاتك عليه، ده مركز تحكم متنقل لكل فكرة وكل مشروع وكل إنتاجيتك. رفيع جدا، ذكي،
ومن غير أي تشتيت. مناسب جدا لو بتحب إحساس الكتابة على الورق بس عايز قوة ذكاء اصطناعي ورا كل فكرة. فلو أنت جاهز تنظم أفكارك وتبسط شغلك، فأنا شايف إن iFlytek AI Note 2 هو فعلا نوت بوك المستقبل، وصفحاته عمرها ما هتخلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وشكرا ليكم جدا على المتابعة، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان يجيلكم مني كل جديد. وسلام.